مساء الخير يا جماعة، ايه الأخبار؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد، أجازة لطيفة. أعتقد الناس يعني فسد دماغها من الضغوط الحياتية والحياة عامة يعني، والشغل وانصان يعني. بس رجعنا بقى يعني، اضطرينا نرجع. اضطرينا نرجع بقى على ايه؟ على بصراحة تو انسيدنتس كانوا تقال قوي يعني يعني في الاسبوع اللي فات تقريبا وامبارح كمان. يعني اول انسيدنت او اول ماتش يعني هنتكلم عليه هو ماتش الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي. اللي اتفرج على الماتش او انا شخصيا يعني، انا عندي سؤال كبير فشخ وكبير قوي وكبير ومهم ولازم يتسال، ونفس كل حاجه لازم يتسال. لازم ازاي الرجاء لعب بالطريقه دي الشوط الاول؟ يا جماعه لعيبه الرجاء جريت كميه جري الشوط الاول. يعني الواحد كان في الاستاد كده برضه شاف شويه حاجات يعني، بس ما يعني للاسف ما صورتش كتير يعني، صورت في حاجات في الخفيف يعني. يا جماعه هوريها لكم طبعا الحاجات اللي انا صورتها يعني، اللي هو يا جماعه جري كميه جري الشوط الاول. اللي هو انا قاعد بتفرج، هم طبعا يعني الاستراتيجي بتاعت الرجاء ان هم كانوا عايزين يجروا كتير قوي او يضغطوا النادي الاهلي قوي ويجيبوا جون او اتنين ويختفوا الماتش، وزي ور ذات كلوز ان هم يعملوا كده لولا تالق محمد الشناوي في كورتين. اللي هي الفاول اللي طلعه من المقص تقريبا، والتانية كابتن محمود متولي ماجواير عمل حاجة مجوارية واداهم الكرة وكان هيجيبوا جون يعني فينا. بس الحمد لله في المرتين الشناوي تألق، وده مستوى الشناوي وده المعهود من الشناوي، ده اللي جماهير الاهلي متوقعاه من الشناوي and so on يعني. لكن باين قوي ان هم في الشوط الثاني لا مش هيقدروا يكملوا، مستحيل يا جماعه. الشوط الاول جري كميه جري وعاملين كميه زخم وضغط، وكان من الدقيقه 50 لعيبه الرجاء فصلت، اللي هو مش قادرين يجروا اصلا، مش قادرين يعملوا اي حاجه. الاهلي ماسك الكوره، الاهلي بينقل الكوره بسهوله قوي. الشوط الثاني لعيب من الدقيقه 50 لعيبه الرجاء فنشوا خلصوا بنزين خلص. اللي هو لو خدت يعني، اعتقد المدرب بتاعهم لو كان عنده تغييرات اكتر من 5 تغييرات كان عملها. لكن فوز مهم قوي 2-0 دي مهمه جدا ومريحه جدا، وهتريح النادي الاهلي كتير جدا في الرجاء. بس اهم حاجه لو الرجاء جاب جول ما يجيبش جول بدري، عشان مع الجماهير، مع 80,000 في الاستاد، مع جماهير الرجاء اللي كلنا عارفينها وقد ايه هم تقال جدا وقد ايه تشجيعهم ولا اروع وكلنا بنحبهم اصلا. ف يعني الاهلي اكيد هم هيضغطوا من اول دقيقه لاخر دقيقه، ده اكيد. وفوز مهم جدا، وفوز مهم لبعض اللعيبه اللي في الاهلي فاقوا قوي بصراحه. يعني لما يبقى عندك يعني انا بصراحه انا يعني انا ده جاي اصيح على مروان عطيه يا جماعه. صفقه الموسم لا محاله يعني. اعتقد ان جماهير الاهلي لو كانت شافت مستوى مروان عطيه واداؤه وطوله على الكوره وازاي بيعرف يتصرف في المواقف الصعبه وبيموت نفسه على الكوره انسوان، لو كان راح الزمالك كان الموضوع هيبقى كارثي. عشان لعيبه نص ملعب الاهلي عامه دلوقتي كفورما وايز مش احسن حاجه يعني. عمرو السوليه مش احسن حاجه، ديانج مش كويس قوي، حمدي فتحي بصراحه هايل. هو يعني هو الاثنين اللي شغالين دلوقتي هم مروان عطيه وحمدي فتحي هم اللي شغالين يعني. يعني وبصراحه برضو اللي لازم نديله كريدت وشابو اكشلي، هم اتنين لازم نديهم كريدت ونرفع لهم القبعه ونحطهم فوق دماغنا. عشان احنا انا وانتوا والناس كلها هجمتهم بطريقه مهينه في بعض الاحيان. هو حسين الشحات وبيرسي تاو في وقت من الاوقات لا جماهير الاهلي مش عايزينهم، برايس تاج عالي جدا، مش بيقدموا اي حاجه خالص تقريبا بالبرايس تاج بتاعهم. ومع هذا بصراحة بيرسي تاو وحسين الشحات بيقدموا موسم ولا أروع ولا أحسن، عظيم جدا بصراحة. شابو ليهم، شكرا على المستوى ده، كيب اب يا جماعة بصراحة يعني. محتاجينهم في الماتشات الجاية يعني، والدوري والكاس وكل حاجة يعني، والسوبر للزمالك يوم 5 مايو الجاي إن شاء الله. محمد عبد المنعم، عايزين نشكر كابتن كارلوس كيروش، لازم نشكره يعني بجد، الف شكر يعني حقيقي يعني. كان معار لفيوتشر اصلا، وكان عادي لو والله لو كان كارلوس كيروش ما كانش نور عليه او كان لعب في افريقيا اللي فاتت اللي كانت في الكاميرون، والله كان هيتباع. انا متاكد ان هو كان هيتباع، وكان بعد كده النادي الاهلي بقى هيرجع يشتريه ب 50 60 مليون مثلا ولا حاجه.
فشكرا كابتن كارلوس كيروش، يعني اديتنا مدافع عظيم ببلاش تقريبا. جماهير الاهلي يعني الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر. و انا عارف ان في الماتش ده حصل تجاوزات من امن، وتجاوزات في الدخول والخروج، وفي ناس اوريدي اتقبض عليهم اصلا ومش موجودين وما رجعوش بيوتهم لغايه دلوقتي. فجماهير الاهلي الف شكر الف شكر الف شكر. مجهودكم ده على الراس، وتتشالوا في العين، وتتشالوا في كل الاوقات. بس يعني رساله لجماهير الاهلي كلها، ان انا واحد منهم، لو في يوم من الايام حسيت ان مروحك الاستاد ده ممكن يأذيك انت شخصيا، او يأذي اهلك، او يعطل مستقبلك او اي حاجه، ما تروحش ما تروحش ما تروحش. هي في الاخر كوره، ولا انا ولا اي حد تاني هيعلمك ازاي تشجع. انت شايف، طالما انت عايز تشجع بطريقه معينه ما فيهاش اي تجاوز ولا اي حاجه، انت تشجع بنفس الطريقه دي. لكن في يوم من الايام لو انت حسيت ان مستقبلك في خطر، او مروحك الاستاد ده هيعرض مستقبلك للخطر ويقهر قلب اهلك عليك and so on، ما تروحش الاستاد ما تروحش الاستاد ما تروحش الاستاد. ودي مش كوره اصلا، والناس اللي شدت ربنا يفرج عنهم قريب ان شاء الله. و بس كده يعني. والف مبروك نادي الاهلي، وان شاء الله يعني ان شاء الله هنصعد من المغرب يعني. تاني حاجه بقى نتكلم على الترميناتور كابتن ايرلينج هالاند. الله يخرب بيت شكلك يا حبيب قلبي. طبعا هو امبارح كسر الرقم القياسي، اكثر عدد اهداف في موسم واحد في الدوري الانجليزي بخط محمد صلاح. يعني عشان تعرفوا يا جماعه حجم الانجاز اللي محمد صلاح كان عامله في يوم من الايام، اللي هو 32، وكميه الزخم الاعلامي والجماهيري والزيطه والزنبليطه اللي حصلت امبارح اول لما هالاند جاب جون في الدقيقه 95 وهي مش عارف ايه وكده. جماهير ارسنال حاسس بوجعكم بصراحه. موسم وزاد كلوس ان هو يبقى بيرفكت سيزون. ده اللي انا قلته من اول السيزون على فرقتين اللي هم مانشستر يونايتد وارسنال. مانشستر يونايتد وارسنال هم 11 في الملعب، لو في واحد بس وقع في المنظومه الفرقه كلها تقع، وده اللي حصل مع ارسنال اللي هو صليبه. زيرو كلين شيتس من ساعه ما صليبه اتصاب، مفيش خالص. اصابه كانت في مقتل. هولدنج كارثي، معنى كلمه كارثي. امبارح جوارديولا عمل اصيح حاجه في الدنيا، اللي ولا انا توقعتها ولا ارتيتا توقعها ولا لعيبه ارسنال توقعوها ولا جماهير ارسنال توقعوها ولا لعيبه مانشستر سيتي شخصيا توقعوها ولا جماهير مانشستر سيتي توقعوها. امبارح اللي اتفرج ارتيتا 3/4 الماتش
او 90% من الماتش ضاغط ضغط عالي جدا من التلت الاخراني لمانشستر سيتي، ضغط مرعب. بس جوارديولا لعب كور عاليه يا جماعه، لعب كور عاليه على رودري وهالاند، وكان بيطلع بكل سهوله. والجون الاول كان حصل كده، وفي كوره تانية اللي وايت شالها لدي بروين حصلت نفس الكلام. صايعه فشخ من جوارديولا، صايعه جدا. فمانشستر سيتي امبارح لعب كور عاليه وكتير، وثلاث ارباع الوقت لما كان بيلعب كور عاليه كان بيوصل بيها وكان بيشكل خطوره بيها. بار مانشستر سيتي عالي قوي، جميل لعيب. كل انديه الدوري الانجليزي بعيده عن البار بتاع مانشستر سيتي. ارسنال حاول، بس مش هتعرف تنافس فرقه عندها في نص الملعب برناردو وجريليش ودي بروين ومحرز دكه وفودن دكه ورودري وكالفين فيليبس وقدام وجريليش، ومش هتعرف خالص يعني، مستحيل. يعني دي فرقه دفاعيا قويه جدا، هجوميا قويه جدا، نص ملعب تقيل جدا، دبس في السكواد مرعب، مدرب ميجا مايند قاعد بره. للاسف صعب قوي دلوقتي ان اي حد في الدوري الانجليزي ينافس مانشستر سيتي اصلا. بس يعني هارد لك جميل ارسنال. it was an amazing season. للاسف انتهى خلاص. مانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي هيكسب الدوري. خلينا بقى نتفرج على ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، ومانشستر سيتي هيعمل ايه في ريال مدريد، عشان في طار بايت جامد جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل يعني. بس كده، ثانك يو سو ماتش يا جماعه، ونشوفكم في حلقه جديده لدردشه كده. بس كده، شكرا جدا، السلام عليكم.